السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير يا رب. هنخش على المقادير على طول. هنشوف هنعمل مع بعض طبق كبده حلو قوي. طبعا كل الناس بتحبه. ممكن كمان تعمليه سندوتشات، تعمليه جنب طبق مكرونه مع طحينه وشويه بطاطس وعيش. بيبقى طعمه حلو قوي وجميل، وكمان وجبه سهله وسريعه، ما بنقفش كتير في المطبخ، وكمان مفيده. ان دي كبده بلدي، مش كبده متلجه ولا كبده بتاعت الفراخ ولا اي حاجه. دي كبده بلدي جايباها من الجزار على طول. قطعتها كده شرايح زي ما وريت لكم كده. بقطعها شرايح رقيقه مش سميكه، عشان ما تاخدش تشويحه كده على النار، وتبقى جاهزه معايا. بجد اكله في منتهى السرعه، وكمان جميله جدا وطعمها حلو وبتاكل كمان. انا هنا طبعا قطعتها شرايح، وقطعتها على حسب ما انا عايزاه. طبعا مش عايزاها شرايح كبيره، شرايح متوسطه كده زي ما وريت لكم. انا عندي هنا توم مفروم. بحط التوم الاول على الكبده، وشويه كده من المعلقه كده من التوم. وطبعا هحتاج توم لما نيجي نعملها على النار. عندي هنا عصير من الليمون. عصرت كده ليمونتين حلوين. طبعا الكبده بتحب الليمون والكمون. بحط شويه ليمون. وهنا على الطبق اللي فيه القلب ده قطعته برضو شرايح. حطيت من التوم برضو وشوية ليمون، وابتدي احط شوية كمون حلوين في طبق الكبدة. وكمان على القلب ده اللي انا قطعته. انا ليه فصلت هنا الكبدة عن القلب ده؟ لان هنا بتاخد سوا شوية عن الكبدة بتتشوح تشويحتين كده، وما بتاخدش حاجة على النار. مش هينفع احط الاتنين مع بعض. لازم احط القلب ده الاول لغاية ما يستوي، وبعد كده انزل بالكبدة. هما تقليبتين بالظبط، وتبقى الكبدة بتاعتي جاهزة على طول. بقلب طبعا الليمون مع الكمون والملح اللي انا حطيته في الكبده، واسيبها بقى شويه كده تتبل بالتوابل اللي انا حطيتها. واقلب برضو القلب ده كده اللي حطيته في حطه في بوله لوحده بالكمون والملح والليمون. وطبعا الطبق اللي هو التاني اللي فيه الدهون اللي بتبقى زي دهن كده، بيبقى مع الكبده. بقطعها كده قطع صغيره. وبعد كده هنروح بقى على النار نشوف هنعمل مع بعض. هجيب طاسة على النار وهسخنها كويس جدا. وبعد كده انزل بقى المادة الدهنية، زيت او سمنة. انا هنا هحط معلقة سمنة كده بلدي، وهحط عليها كمان زيت ذرة. بحب استخدم الاتنين مع بعض. وطبعا السمنة البلدي بتدي طعم حلو قوي للكبدة، وريحة كمان جميلة جدا مع الكبدة البلدي. هسيبهم بقى كده مفيش ثواني تسخن بس كده. طبعا الطاسه سخنه اصلا. هنزل باول حاجه الماده الدهنيه اللي انا كنت مقطعاها في طبق كده على جنب كده، بتاعه الكبده، اللي هي الدهون دي اللي بتبقى جايه مع الكبده دي، اللي هي دي. قطعتها قطع صغيره جدا. هشوحها كده شويتين، يعني اقلبها مرتين ثلاثه كده لغايه ما تدبل كده معايا في السمنه والزيت. وبعد كده هنزل بأول حاجة اللي هي القلب، اللي انا مقطعاه شرايح صغيرة رقيقة جدا علشان وما تاخدش معايا وقت. آه لكن لما اكون تخينة سميكة يعني ممكن تاخد وقت معاكي في السوا. زي ما انتوا شايفين كده قلبتها تقلبتين كده بدأت تدبلت خالص، ونزلت منها المادة الدهنية. وبدأت انزل هنا بالقلب ده اللي هو بتاع الكبدة، واشوحه كده ياخد مني حوالي 3 دقايق او 4 دقايق لغاية ما يستوي. هتشوفوا بقى شكله عامل ازاي لما استوى. وبعد كده هننزل بالكبدة. طبعا ما بتاخدش وقت خالص، بتستوي بسرعة. تقليبتين كده حوالي 3 دقايق على النار. نقلبها كده كام تقليبة، وبعد كده بتبقى جاهزة معانا الأكلة. أكلة سريعة وجميلة جدا متاخدش وقت. أنا هنا نزلت بشوية توم، معلقة توم كده. طبعا التوم ده غير اللي أنا بحطه في التتبيلة الأول مع الكبدة، اللي هي الكمون والملح والليمون والثوم. دي بتبقى اول حاجه لما بتبل الكبده. وبعد كده لما باجي اسويها على النار بحط معاها برضو معلقه ثوم. انا هنا طبعا القلب بتاعي كده هنا، او مش عارفه ايه هو، بيبقى القلب بتاع الكبده
بيبقى مع الكبدة استوى، ونزلت هنا بالكبدة بعد كده مع معلقة الثوم، وهقلبها كده. هتاخد معايا 3 دقايق 4 دقايق بالكتير، وهتكون جهزت معايا. يعني طبق سريع جدا وسهل وكمان جميل، حلو قوي وطعمه كمان حلو قوي، مع طبق طحينة كده، وجنبيه شوية بطاطس محمرة، ممكن كمان مكرونة. أنا بعمل بطاطس وطحينة وبعمل مكرونة معاه، تتاكل بقى بالعيش كده مع المكرونة، تبقى جميلة جدا. هحط بقى رشة فلفل اسود على الكبدة، ويبقى كده طبق الكبدة بتاعنا جاهز. شفتوا ما خدتش وقت خالص، بسرعة جدا، طبق سهل وسريع وكمان مفيد وجميل جدا في طعمه وبيأكل كمان. كده خلاص استوت معايا، بقلبها بس عشان الفلفل اللي انا حطيته. هاخد بقى احطها بقى في الطبق التقديم، وكمان جنبيها الطحينة. ادي هنا الطحينة، عملت طحينة، وطبعا عندنا المكرونة. بس طبعا ده الحلقة دي عشان الناس اللي ما بتعرفش تسوي الكبدة البلدي، دي طريقة حلوة جدا وبيبقى طعمها جميل جدا الكبدة. اتمنى يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس للكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. آه، كده خلاص. دي اخر حاجه بنزل بقى كده البهاريز اللي بيبقى في التوابل ديت، بتبقى في الكبده، بتبقى طعمها حلو جدا وبتبقى تحفه خالص. اتمنى يا رب تعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامه.